شو سيد وحيد؟ شايفك لابس ومتهندم، لوين رايح؟ طالع لهوش، شوف فريد شوي. يا دي فريد، لك انت ما في شي بحياتك غير فريد، لك انت بتقعد مع فريد اكثر ما بتقعد معنا. لك هاد فريد صديق عمري، إننا بنعرف بعض أكثر من 30 سنة، وإذا ما شفتك اليوم بحس في شي ناقصني أو في شي غلط. اقعد انكم، اشلح وعين والبس البيجامة واقعد مع اولادك شوي. انا بدي اطلع اشرب قهوة عند جارتنا سعاد. انتهى. لك شو سعاد وميعاد؟ عم إلك بدي أطلع أشوف فريد، وأنت بتعرفي إنه لازم تقريبا شوفه كل يوم، وبعدين في موضوع مهم قال بده يستشيرني فيه، فلازم روح شوفه. وحيد، عم اقول لك غير اوعيك واقعد مع الاولاد. انا طالع عند جارتنا. لسه فريد، لك تضرب انت وفريد البليد خلاص. وينك ها؟ أنا ما بسمح لك تغلط على فريد، غلط على كل الناس إلا فريد ها. لك يعدم اياك انت وفريد. اصلا الواحد بيحتار مين فيكم اهبل من الثاني. لا مصدق حالك وعم ترفع صوتك فيه كمان. لك مو هيك. الله يوفقك الله يوفقك، بس خليني اروح شوفه شي ساعة وبرجع. وحيد، خلص بقى، انت ما بتفهم، ما بتستوعب. قلت لك خلص، خلص بقى، انتهى، انتهى. ايه خلص مثل ما بدك. ايه العمى؟ ايه مو بس شكلك مثل الرجال، كمان صوتك مثل الجاروشة. شو عم تقول سيد وحيد؟ ما في شي. عم اقول امرك ست الكل. لك يلعن حظي ويلعن هديك الساعة اللي تجوزت فيها. شو كان بدي بهالصراحة؟ انا كنت عزابي وبراسي وعايش مبسوط، حدا بيروح للموت بجليه. هلا فريد بيتصل فيني وراح يسألني ليش ما اجيت. شو بدي اقول له؟ خلاص، ما في غير اقول له اني تعبان وراسي عم يجعني كتير. بس المصيبة هاد فريد خبيث، وراح يعرف اني عم اكذب عليه. ما عاد بيعرف كل شي عني، والمشكلة الأكبر إنه كاشفني. خلص، راح أقول له شو السبب. إنه المدام ما خلتني أطلع لأنه بدها تزور جارتها. إيه وين المشكلة يعني؟ بس المشكلة إنه راح يبلش مسخر علي. إيه يا سيدي يتمسخر، بس أنا راح أقول له إنه أنا قررت بقى أصير رجال، وإنه كلمتي يلي بدها تصير تمشي بهالبيت، وأنا ما بقى أسمح بهالمساخير يلي عم يصير بحياتي. إيه هيك لازم يصير، وهذا الشي كان لازم يصير من زمان، ومن 10 سنين من لما تجوزنا. لازم كنت قطعت راس القط بليلة دخلتنا. قولي شو قطع راسه؟ إيه أنا إن شفت نقطة دم بغمى؟ لا لا القصة مو هيك. أنا المهم صير زلمة وقد حالي، ولازم تكون صارم معه وفهمها إنه كلمتي هي يلي بدها تمشي بالبيت، وبدها تفهم كمان إنه أنا الآمر الناهي بالبيت وبكل مكان مو بس بالبيت. وين ما عجبها بتضب غراضها وتنقل على بيت أهلها. أيوة هيك بدي إياك يا وحيد، بدي إياك تصير رجال بكل معنى الكلمة، وخاصة مشان هذا البليد فريد يبطل علي مسخرة ويعرف إنه أنا صرت رجال. هلا أول ما تفوت راح أصرخ بوشها واندفى كفي هر أسنانها، وإلا أنا رجال بالبيت مو أنتي. وإن ما عجبك يلا على بيت أهلك. اهلين اهلين يا عمري، شو ما طولتي؟ شو شايفك قاعد بالصالون لحالك؟ شو وين الاولاد؟ فاتوا يناموا. ايوه، وان شاء الله بعدك ما تموز ولا رقت. لا ليش حتى أنطمز يا عمري؟ أنا بالعكس مبسوط كتير. المهم أنت تكوني مبسوطة ورايا ورضياني علي. يعني اللي عالي. لا، ما يلك عليك. شو يا وحيد، مو على أساس راح تعمل رجال وأول ما تفوت راح تصرخ بوشها وتندفى كفي هر أسنانها؟ يحرق أخت الشغلة. لك ليش هيك عم يصير معي؟ إمتى بقى بدي يصير رجال؟ لك ليش ما عم استرجي أصرخ بوشها؟ لك ليش بصير أرجف لما أشوفها؟ إيه، وبكرة شو بدي أقوله للسيد فريد؟ خلاص بقول له إنه أنا قررت صير رجال، بس مو هلا، بعدين بعد شي كم يوم، حتى استعيد قواي وظبط أموري وخطيت وأعرف شو بدي أساوي.